ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض زبادي السحور بطريقة سهلة وبسيطة بإضافة مكون جديد غير الطريقة اللي انا عملتها معاكم قبل كده بيها. شايفين الجمال والحلاوة؟ بصوا متماسكة ازاي، جميلة جدا، تحفة، هتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير وعملنا الزبادي الحلوة دي ازاي. بصوا بقى، هنحتاج رتلين لبن. خلاص، رتلين لبن وكوبايتين زبادي. الرتل اللبن عليه كوباية زبادي. دول كوبايتين الزبادي اهم، ودول رتلين اللبن. والإضافة الجديدة اللي معانا يا جماعة إضافة بسيطة خالص هتخلي الزبادي معاكي تحفة. دول معلقتين نشا صغيرين. لكل رتل لبن معلقة نشا صغيرة. لو هتعملي يعني رتل لبن هعملي معلقة نشا، ولو هتعملي رتل لبن برضو هيكون عليه كوباية زبادي، لان دول 2 رتل، فانا عاملة عليهم 2 زبادي و2 معلقة نشا صغيرة. خلاص، اللبن لازم يكون دافي جدا، دافي يعني زي دمعة العين كده، بس بيكون غالية وبس بيدفى. هنحط كده المعلقتين لبن على النشا دافيين اهم، وهنقلبهم، هنخلطهم كويس جدا لغاية النشا معانا ما يدوب في اللبن اللي احنا حطيناه ده. وبعد كده هنحط الزبادي برضو، ادي اول واحدة. بصي، بتضمني الزبادي بتكون نضيفة جدا في البيت وبتضمنيها. وبعدين الأسعار بقت غالية جدا، يعني كوبايتين الزبادي دول ب7 جنيه، يعني الكوباية الواحدة ب3.5. فانت تجيبي وهتعملي كمية كبيرة في البيت بعدد أفراد الأسرة وأكتر كمان من عدد أفراد الأسرة. أنا حطيت الكوبايتين هما وقلبتهم. هقلبهم جيد جدا، يعني تقليب جيد جدا لغاية ما يدوبوا في اللبن. أنا هنا بزود شوية لبن برضو على اساس ان انا ادوب ايه الكمية خالص. دوبي خالص كده اهو. ما فيش اسهل من طريقة الزبادي في البيت يا جماعة، حتى لو ما عندكيش مكنة هتعمليها اقسم بالله تحفة، مش هتبطلي تعمليها. اهي، حتى لو عندك اطفال صغيرين بتضمن اللي هي نضيفة عن بره. خلاص اهي، انا دوبت كل الخليط اهو مع بعضه. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الخليط دون كله كده، النشا بالزبادي على اللبن ده اهو لاخر قطرة، نزلي لاخر قطرة. خلاص، هنقلب بقى الخليط ده كده، تقلبي كويس جدا. خطير. هنا انا قلبت اهو. هنعمل ايه دلوقتي بقى بعد ما قلبناه؟ هنجيب بقى زي ما انتوا شايفين كده البولات اهي الصغيره دي، انا قلبها كده وحطها محضراها. كنت مطلعاها عشان ايه؟ اعمل فيها الزبادي، فغسلتها وحطيتها. هي كانت نضيفه بس لازم اغسلها لان بعمل فيها الزبادي، كانت مركونه فطلعتها غسلتها. بصوا يا جماعه، هنشيل كده بقى ونملى ايه البولات كده اهو. هي البولات الازاز دي يعني ده حلو قوي. البولات الازاز دي انا كنت جايباها برضو للزبادي. هي الطواجن دي اي حاجه عندك اعمليها، المتاح عندك كوبايات اعملي فيها، ما عندكيش الحاجات دي اعملي في كوبايات. المتاح عندك اعملي بيه واستخدميه. بصوا الطاجن قد ايه، الكوبايه قد كده صغيره جدا ب3.5 عندنا، معرفش عندكم بكام. اكتبوا في الكومنتات بكام كوبايه الزبادي عندكم اللي انتوا شفتها دي. احنا عندنا هنا في بورسعيد ب3.5. وانا مش عارفة ساعات بيبقى الحاجة غالية عندنا عن بلاد تانية ليه، مش عارفة. وانا واثقة ان كلكم هتقولوا غالية وعندكم اقل من عندنا. اهو كده هنملى كل البولات بقى. خلصنا الكمية اهو زي ما انتوا شايفين اهو، طلعت لنا كمية حلوة. رتلين اللبن طلعوا كمية حلوة جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ شايفين الكمية كلها ازاي كبيرة جدا. هنجيب صينية بقى فيها مية سخنة
وانا عصرت فيها ليمونه اهي على اساس الصينيه ما تسودش من الميه السخنه يا جماعه. هنحط فيها البولات دي وهتسخن الفرن على اقصى درجه عندك، يعني على اعلى درجه عندك، مده 10 دقايق بس وتطفيه، وهتدخلي الصينيه دي فيه. خلاص. هنا انا بمسح البوله اجت عليها لبن مطرح ما بحطها، وهنحط كل الصواني كده. الصينيه دي مش هتكفي الكميه، هجيب صينيه تانية طبعا وهحط فيها. وانا دلوقتي مولعه الفرن على اساس ان هو يسخن. جبت صينيه تانية، هي الكميه شايفين الكميه قد ايه. جبت صينيه تانية وحطيت فيها وانا سخنت الفرن وطفيته. ادخل الصواني دي فيه لغايه تاني يوم الصبح. خلاص. احنا بالليل دلوقتي، فانا هدخلهم لتاني يوم الصبح. لغايه ما هنبص الصبح نتلاقيهم متماسكين جدا. خلاص يا جماعه، احنا كده تاني يوم الصبح اهو، وطلعت الزبادي زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا بجد تحفه يا جماعه، متماسكه جدا. شايفين؟ بصوا اهي. شايفين التماسك؟ جميله جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها يا جماعه، بجد هتعجبكم. وصفه هايله بجد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وينعاد عليكم بالخير يا رب. سلام عليكم.